زي ما انتم شايفين المطر والاجواء عامله ازاي. وهنا بقى اول ما جيت اركب التوك توك حصل موقف ما كنتش متوقعاه ابدا. بصوا كده معايا، يا نهار ابيض، بصوا جايبه ايه. الموقف اللي حصل في قرية النهاردة مش قادرة انساه ولا تجاوزه، والناس دي كل يوم بتديني درس اجمل واحلى من الدروس اللي قبلها، زي الدرس اللي جاي احكي لكم عليه. بس في البداية كده تعالى احكي لكم على مهمة النهاردة، واللي ابتدت ان انا اخدت شوية بونبوني كده وحلويات للولاد، وتوجهنا انا وزيتون لقرية بعيدة جدا جدا. وفي اثناء ما كنا ماشيين قابلنا الامارات دول واديناهم شوية حاجات وهدايا من اللي معانا. بعد كده طلعنا وكملنا طريقنا على القرية لحد ما وصلنا لمسجد القرية واللي كنا المفروض نصلي فيه الجمعة. ووصلنا يا دوبك على الخطبة اللي ما كنتش فاهمة منها ولا كلمة. وأول ما خلصت الخطبة البنتين اللي زي القمر دول جم قعدوا جنبي، وبجد والله العظيم يا جماعة الناس هناك روحها حلوة، في ألفة كده مش بتبقوا عارفين سببها ولا عارفين هي جايه منين. هي في ألفة وروح حلوة كده بتبقى محاوطة المكان. بعد كده بقى ابتدينا نوزع أول حاجة كنا واخدينها وهي الرز يا جماعة. الرز بالنسبة للناس دي بتبقى حلم، لأن الرز مش أكلة أساسية عندهم، نظرا لأنه غالي جدا ومش في استطاعتهم إن هم يشتروه، فبالتالي بيستبدلوه بحاجة اسمها أجالي بتبقى معمولة من دقيق الذرة. وهنا بقى بعد ما خلصت توزيع الرز خرجت علشان أعيش بقى أجمل لحظة بتبقى في يومي، أو والله يا جماعة يمكن في عمري. أنا بمجرد ما بخرج علشان اوزع الهدايا على الولاد انا ببقى مبسوطه اكتر منهم. لحظه رد الفعل اللي بشوفها في عينيهم والفرحه اللي بشوفها مرسومه على وشوشهم، خصوصا لما بنعمل حاجه وتنجح، او ان مثلا نعمل محاوله طيران زي كده وتنجح، بنبقى ساعتها الفرحه مش سيعانه. انا في اللحظه دي ببقى عايشه اجمل لحظات حياتي. طبعا زي ما انتم شايفين الاجواء قلبت، وواضح جدا ان المطر على وشك ان هو ينزل ويبهدل الدنيا. واسمعوا كده بقى، انا في اللحظه دي اقسم بالله انا بعيش اجمل لحظات حياتي. خدي بقى، خدي يا زيتون. لحد هنا والموقف اللي انا جاي احكي لكم عليه لسه ما حصلش. الاجواء اللي قلبت والمطر اللي نزل خلانا ما كملناش يومنا، واضطرينا ان احنا ناخد بعضنا ونمشي. بس وانا ماشيه انا طبعا بسبب تفاصيلي لمحت شجره مانجا وسط الطريق كده، فقلت لازم ادخل اصور عندها. وطبعا انا بمجرد ما شفت المانجا واقعه قدامي على الارض زي ما هتشوفوا كده ما قدرتش اقاوم. اول حاجه عملتها ان انا اخدتها من على الارض، والله يا جماعه بقشرها كده يا دوبك. طبعا غسلتها كده بميه المطر اللي كانت نازله ودقتها وكان طعمها حلو قوي. ولمحنا صاحبه الشجره موجوده فاستاذنتها ان انا اخدت منها 4 مانجات، وجيت احاسبها على المانجا رفضت تاخد فلوس تماما تماما، وشكرتني. مش عارفه شكرتني على ايه، انا المفروض اشكرها. طبعا زي ما انتم شايفين المطر والاجواء عامله ازاي. وهنا بقى اول ما جيت اركب التوك توك حصل موقف ما كنتش متوقعاه ابدا. بصوا كده معايا، لسه هركب التوك توك ولمحت الست صاحبة الشجرة جايبة جردل المانجا بحاله بتديهولي هدية. والله ولا اعرفها ولا تعرفني، واضح جدا من بيتها ان حالها على قد حلو قوي، الا ان فعلا ما بتهونش غير على الغلبان. طبعا انا في اللحظة دي والله يا جماعة ما قدرتش امسك دموعي، وكنت خلاص اللي هو انت ازاي بالكرم ده رغم ضيق الحال اللي انت فيه ورغم بساطة الحالة اللي انت فيها. وفي اللحظة دي غصب عني اخدتها في حضني وبتشكرني، قلت لها ده انا اللي بشكرك على انك عيشتيني لحظه حلوه زي دي. بجد يا جماعه الناس دي كل يوم بتثبت لي انها فعلا جميله جدا وبسيطه جدا، والكرم طبع فيها. وحقيقي رغم بساطه حالهم الا انهم كرمه، وكل يوم الايام بتثبت لي والمواقف اللي بتحصل في المكان ده ان هم فعلا كده. طبعا التوك توك اللي كنا راكبينه كانت شبابيكه بحري زي ما انتم عارفين، والمطره كانت بتدخل لنا من كل حد وصوب، والحبايب دول كانوا صعبانين عليا جدا. يعني اللي اخدت بالي منه ان ده العادي والمعتاد عندهم، وبيتعاملوا جدا مع المطر بمنتهى البساطه. انا اللي لسه مش واخده على الاجواء، وزي ما انتم شايفين كده كنت متمرمطه، بس كانت مرمطه طعمها حلو قوي قوي قوي. عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير. شجره زيتون ما. يا نهار ابيض، بصوا جايبه ايه. يا نهار ابيض، بصوا يا جماعه جايبه ايه. انا اقسم بالله هعيط. بصوا يا جماعه جابت لنا ايه. وي استني قولي لها لا استني انا هعيط والله العظيم. وي صبري استني امسكي كده يا زيتون. والله العظيم ما قادره اتكلم بالموقف اللي انا فيه. انتوا لو شفتوا حالها اصلا اهي، هي ما تعرفش ان انا بصوا اهي. اسنتي سنه يا سانتا نواوي شكرا. انا اللي شكرا والله العظيم اللي انت عايشين لحظه حلوه زي دي. سلام. طيبات الخير لها من رسول الله أزكى البركات عند